مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جنان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة ايد بتعدي وايد بتشيل. وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق. ونكتة تضحكك من القلب. وحمص الشمع على الكورنيش. وخد طبق فول ورغيف عيش. وقعد وغمس هنا على جنب راضيين نعيش فيها عالقد. وهي دي مصر اللي بجد. في مصر تروح في أي مكان. في ناس مختلفة في الألوان. لكن نفس الطباع بالظبط. وفي التكعيب قاعد شيخ في تشقيق وشه تقرا تاريخ. بيخبط جوه قلبك خبط. بنصلي جمعة وقداس حد. وهي دي مصر اللي بجد. في ناس علشان نعيش في أمان يقفوا في وش أي جبال وياخدوا الضرب قبلينا. ورغم إن الوجع بيزيد هنكمل حلم كل شهيد كأنه لسه وسطينا. جيش مصر هنا واقف متسد. وهي دي مصر اللي بجد. والله اللي بيتعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية التلفزيون المصري. نتوجه إلى محافظة الدقهلية وبالتحديد إلى مركز ومدينة شربين. مركز ومدينة شربين المرحلة الأولى لحياة كريم. تم توفير ما يقرب من 6 مليار جنيه لإقامة العديد من المشروعات الخدمية داخل الوحدات المحلية والقرى التوابع والعزب داخل مركز ومدينة شربين. شرفت مركز ومدينة شربين بزيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال هذه المشروعات وحياة كريم. من خلال حلقتنا النهارده بنلقي الضوء حول هذه المشروعات وما تم استلامه بنسبة 97% من المشروعات اللي دخلت الخدمة وتقدم خدمة للمواطن داخل القرية والعزبة والتابع على مستوى مركز ومدينة شربين. فهي معنا وهذه الحلقة الجديدة عبر شاشة قناة الدلتا الفضائية قناة مصر السادسة التلفزيون المصري. ريسنا قال واحنا معاه. احلف يا مصر يمين بالله لا تكوني زي ما بتمنى. زي ما شفتك في الاحلام يا بلادي حته من الجنه. ريسنا قالها بكل حماس. حياة كريمة لكل الناس وشاد علينا يا رب الناس. ويا رب بارك خطوينا. يا رب بارك خطوينا. حياة كريمة يا مصريين. حياة كريمة للأهالي. كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر خرابين. حياة كريمة يا مصريين. حياة كريمة لأهالينا. كل ليك مصر بلدنا وفي كل شبر خرابين. الأستاذة مروة جلال رئيس الوحدة المحلية براس الخليج من القيادات التنفيذية المتميزة في رئاسة مركز ومدينة شربين. أهلا رئيسك، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم، الحمد لله الحمد لله. قولي لي بداية المكون الإداري والقرى التابعة للوحدة المحلية.
عندي حوالي 4 قرى كبيرة. عندي راس الخليج، كفر الترع الجديد، بطرس، السلام. دول 4 قرى كبار. خط طبعا حوالي كل قرية بقى يتباعها نقول مثلا 20-15 عزبة كده. كتير لأن ما هي تعتبر أكبر وحدة محلية على مستوى شربين، لأن أنا حدودي جمصة ودمياط، مشتركة مع دمياط وجمصة. الوحدة المحلية براس الخليج من الوحدات المتميزة، والدولة اهتمت من خلال حياة كريمة وأقامت فيها العديد من المشروعات. لو بدأنا مثلا على سبيل المثال بقطاع التعليم، قربنا منه كده على مستوى القرى التابعة لحضرتك أو العزب، إيه الأبنية اللي إحلال وتجديد؟ إيه الأبنية اللي فيها تطوير اللي تمت من خلال حياة كريمة من خلال المواقع التعليمية؟ المدارس الثانوي والابتدائي كلها اتطورت، دخلت قطاع حياة كريمة تم تطويرها. أنشأوا يعني قطاع مدارس جديدة هناك في العزب. عندنا هناك في مثلا في عند بطرس في حاجات اتعملت جديدة، مدرسة بطرس. دي عزبة ده كبيرة يعني، كبيرة أيوة، لأنها تابعة هي مسماها عزبة. هي مسماها قرية بطرس لأن هي بينها جزء داخل جمصة، جزء دمياط وجزء عندي بقرى الحدود مع مشترك اللي هي كفر سعد. طبعا راس البلد الخليج نفسها تم تطوير جميع مدارسها واتجددت، وكفر الترعه نفس الوضع، وكل العزب والنجوع كل المدارس اللي فيها دخلت تطوير. وانا في زياره راس الخليج انت عندك مدخلين، مدخل اللي جاي من الاحمديه اللي مش عارف ايه الطريق اللي جاي من هنا، والطريق السريع. عندك طريق ده لا دول اللي يعني اللي مفوتين للنظر يعني. طيب في طريق ثالث اهو، حضرتك بتقول 3 مداخل. كيفيه اهتمامك كرئاسه وحده محليه لهذه المداخل، لان دي ميزه له؟ طبعا النظافه دي كانت اهم عامل معانا فيها، والاناره. طبعا عندي مدخل راس الخليج اللي من على الطريق السريع اللي جنب كمين السلام ده ما كانش مضاء، طبعا عملنا اضاءته وظبطناه، وبدانا دلوقتي في خطه ان شاء الله هنشتغل في العواميد بتاعته، الاناره بتاعته. جينا مدخل كفر الترع الجديد من طريق الشركه، النظافه برضو والاناره فيه. المدخل اللي من الجهه بتاعت كفر الترع القديم برضو الاناره والنظافه، يعني بنحاول يعني على قد ما نقدر الحمد لله. قربيني برضو من قطاع مهم من خلال حياه كريمه، وهو قطاع الصحه اللي هي الوحدات الرعايه الاساسيه. قربيني ايه اللي عندك احلال وتجديد او تطوير على مستوى الوحده المحليه؟ مستشفى كفر الترع الجديد ومستشفى راس الخليج. مستشفى بص تم احلالهم وتجديدهم على المنظومه الجديده. ايه الخدمات اللي بيقدموها دلوقتي للمواطنين؟ الكشوفات والعلاجات طبعا، لو في اشاعه لو في علاج، الدكاتره بجميع تخصصاتها موجودين في الاثنين يعني. مع وجود مجمع خدمات رئيسي في الوحدة المحلية بيشمل أكتر من تخصص، في مركز تكنولوجي من في داخله، وليه لي أهمية المجمع ده والخدمات اللي بيقدمها للناس؟ طبعا المجمع دلوقتي شامل البريد والشؤون الاجتماعية، فطبعا سهل كتير قوي على الناس، بالذات الناس المسنة. والناس الكبيرة في السن بيجوا يقبضوا معاشاتهم من عندي من البريد، من المركز التكنولوجي، فطبعا ده سهل عليهم كتير بدل الازدحام في المقرات البريد. في مندوب للشؤون الاجتماعيه والخدمه الاجتماعيه معايا، ومستقبلا يعني في خلال فتره بسيطه ان شاء الله الشهر العقاري هيشتغل هو والسجل المدني عندي في راس الخليج. قولي لي، هل هناك ربط من خلال الشؤون الهندسيه بمجلس المدينه بالمحافظه، ولا بتتعاملي مع مجلس المدينه في الشؤون دي؟ انا بتعامل الاول مجلس المدينه، في تسلسل، انا بعرض مجلس المدينه ومجلس المدينه اللي بيتعامل مع المحافظه. انا بتكلم من خلال مركز التكنولوجي عندك، هل هناك ربط على السيستم، ولا لازم بترجعي كده حتى للمجلس المدينه الاول من خلال مركز التكنولوجي؟ لازم ارجع لمجلس المدينه الرئاسه بتاعتي الاول. قربيني لملف مهم في كل وحده محليه، ملف التصالح. انت فين من ملف التصالح كوحده محليه راس الخليج؟ لا الحمد لله احنا يعني انجزنا كتير، في ناس خدت نماذج نهائيه كتير وتم استيفاء بياناتهم، واللي لسه احنا يعني الحمد لله بنشتغل فيها وبنشيل كل العقبات اللي موجوده، بنحاول نحلها على اساس ان احنا يعني نجتاز الملف ده. اهتمام كبير بالنظافه، كل واحدة محلية عندها أجهزتها، إذا كانت جرارات أو معدات أو عربيات. قربنا من الملف ده، وإيه الأجهزة اللي عندك اللي بتشتغل لخدمة أهالي الوحدة المحلية؟ يعني عندي مثلا قطاع البواجير دي بتلف في الشوارع. قد إيه؟
بتلف في الشوارع. عندي اتنين بيعدوا بقى بالتناوب، يعني كل واحد معمول له جدول برنامج. انت النهارده هنا، تاني يوم في المكان التاني. ايوه طبعا، لان الوحده كبيره جدا وواسعه، والشوارع بتاعتها طبعا، يعني ايه، بنحاول ان احنا نغطي يعني المنطقه باي شكل. قولي لي العاملين على الجرارات دي او السواقين، هل باليوميه ولا موظفين عندك؟ لا باليوميه. باليوميه. ان فيهم ازمه طبعا. طيب قولي لي المستخرج من النظافه ده بتوديه فين؟ ده بيطلع لصندوق، للمقلب الوسيط في صندوق اللي هو بتاع تدوير القمامه، او في قلبشه. المفروض ان انت يوميا بتودي شغل من خلال القمامه دي ولا يوم ويوم؟ لا يوميا بورد. لا طبعا يوميا، اقل حاجه عندي مثلا يكون مثلا 10 15 طن لازم اوردهم يوميا. وجود مجمع بيطري زراعي من خلال حياه كريمه موضوع كبير ومهم، بيفيد المربين وبيفيد المزارعين. القطاع الزراعي والحيواني. اشرافك عليه او متابعتك من خلال الطب البيطري او الزراعه شكلها ايه كرئيسه وحده محليه؟ لما بيكون في معاهم مشكله او في حاجه بيلجأوا لي على اساس ان انا بساعدهم في حلها، ومتابعات مننا بقى لهم على طول. دكتور ياسر، رئيس مركز مدينة شربين، من القيادات المتميزة في قلب الدلتا، قادما من محافظة البحيرة. قولي لي ازاي بيساعدك في العمل التنفيذي داخل الوحدة المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين من خلال المنشآت اللي تم إقامتها من خلال حياة كريم؟ فعلا دكتور ياسر يعني ذلل عقبات كتير، يعني مجرد ما بنطلب منه اي حاجة بيلبيها لنا على طول. يعني هو بيتعامل معانا مش ان احنا مثلا رئيس ومرؤوس، لا هو بيتعامل انه احنا اولاده او اخواته الصغيرين. فاهم ازاي؟ يعني انا عندي مشكله مثلا في عطل في العربيه، على طول فورا بدي تعليماته، عربيه بتجيني مكانها من شربين تشتغل معايا، وده فعلا كان على ارض الواقع بقالي يوم او اتنين معايا. وليه ليه المجتمع المدني بقى له دور كبير جدا في نجاح العمل التنفيذي؟ بيجي تلاقي رجاله كده من اهل بلد جايالك، يعني انت عايز نساعدك في ايه، نقف جنبك في ايه عشان ننجح الشغل. اخبار المجتمع المدني عندك ايه؟ لا في ناس كويسه جدا. كان مثلا في مكان عندي زي مقلب وسيط، كان عندي مقلبين اللي هم بجمع فيهم وبعدها ننقل، لان مش العربيه ما بتطلعش كله مره واحده. الاهالي ساعدتني في تنظيف مكان منهم عشان نبدا نعمله ملعب مع الشباب والرياضه لقريه راس الخليج. الوحدة المحلية براس الخليج من أكبر الوحدات المحلية على مستوى مركز ومدينة شربين، لها خصوصية على الحدود مع محافظة دمياط، حجمها السكاني كبير، حجمها الجغرافي كبير. هل ده أدى إن لها خصوصيات أخرى تجارية اقتصادية؟ على النيل مباشر، وأنا الجهة المقابلة ليا اللي هو الشرقي ده السوالم والسارو. ففي معديات بيني وبينهم، لان في تجاره بين البلدين. يعني المعديات سهله انها بتودي ناس وتجيب ناس. ايوه. قولي لي الطريق اللي قادم من شربين الاحمديه عليك ده كان طريق قعد فتره طويله من خلال حياه كريمه عشان يترصف، تم الرصف وكانت حاجه جميله. وصل رصفه لغايه عندك ولا لسه؟ لا لسه بيستكمل. لغايه فين؟ انا عرفت الاحمديه كمان بكتير. هو بيننا وبين الظهريه خلاص ما فيش، يعني في حاجات بسيطه بدات تترصف بس، يعني تكمله. لان الطريق طويل من شربين لعندك ده، يعني مساحه مش قصيره. لا هو الحمد لله الطريق هم شغالين فيه دلوقتي، حاجات بسيطه بس وهيكون خلصان ان شاء الله. من خلال حياه كريمه تم الاهتمام بما يسمى سكن كريم، ان انا ممكن اجيب قطعه ارض نبني عليها حاجه معينه للناس اللي لها ظروف وكلام من. هل ده موجود عندك في الوحده المحليه؟ ايوه يا فندم، وجي عملوا فعلا المعاينات اللازمه للناس من فتره. لا هم بياخدوا اسمهم لتطوير المنازل بتاعتهم. التطوير بس يعني. تطوير منازلهم ان هم ايوه. لكن ما فيش عندي اماكن، لان انا كنت مديرة الاملاك السابقه اللي حضرت حياه كريمه من اولها لاخرها، وتم توفير كل مشاريع حياه كريمه كنت انا اللي فيها، فالحمد لله بحاول اساعد على قد ما اقدر. مع وجودك مسؤوله عن الاملاك، انا على مستوى المركز وفرنا الاراضي، هل الاراضي كانت كلها املاك دوله ولا حاجه خاصه بالاوقاف؟ لا انا خدت بالاوقاف في بوساط مثلا، خدت محطه المعالجه ماشي. محطات يعني. محطات المعالجه خدتها من الاوقاف في كفر الشيخ عطيه، في الوكاله، في هنا في بوساط،
ماشي. مستشفى برضو؟ اوقاف. خدت في شربين، هنا مستشفى شربين خدتها مزرعه اللي هي الخمس فدادين حيز عمراني. خدت برضو من الميكنه، دي كانت زراعه، كانت جنب محطه الغربله. ايوه. وخدت برضو في شربين من الميكنه الزراعيه، خدت فدان وشويه عملناه للتضامن الاجتماعي للمعاقين، تضامن عمله مستشفى ومشغل وحاجات من دي. خدت على الطريق السريع امام المحلج ارض الاسعاف المطور اللي هو جبنا فيه عربيات. لا على الطريق السريع عملنا اسعاف جه اسعاف مطور، عربيات اللي هي مجهزه اللي بيها العنايه المركزه قريبه من مطلع كوب. ايوه دي ماشي. الاسعاف وفرنا له على الطريق السريع برضو في ارض زراعه، دي خدتها اللي جنب ده هي. ما هي دي برضه كانت زراعه، ما انا خدت المطافي كانت تحت الكوبري، فعشان الكوبري نقلتها وخدت من الزراعه مكانها. خدنا في ابو جلال برضو 10 فدادين من الاثار، خدنا من عملت خدتهم نقل ملكيه، نزع ملكيه من الاثار بتنقيبها، مقابل ان انا اخد ال 10 فدادين. عملنا 5 فدادين محطه معالجه ري كويس برضه. من الاثار. يعني مركز شربين استفاد من سياده الجامد اهو. والاصلاح الزراعي طبعا خدت اكتر المجمعات الخدميه كلها من ارض الاصلاح الزراعي. وخدت البريد برضو في الظهريه برضو من هناك من الاوقاف. طيب الوحده المحليه مستشفى كفر بتاع الظهريه كفر الترعه كانت ارض بدل وفرناها مقابل ان احنا نعمل الارض هناك في كفر الترعه المستشفى الجديده. في دنجيه ما قدرناش طبعا، فصغرنا البلان بتاع المستشفى مقابل الارض بتاع الاصلاح يعني لان ما كناش لاقيين ارض، فكان لازم ان هي يتعمل تغيير، فخدتها هناك. غيرنا الرسومات مع الجيش يعني طلبنا ان هو يتغير عشان نعمل نفس البلان ده على المساحات دي. طيب لو رحنا بقى راس الخليج، كنت رئيسة الوحده دلوقتي وكنت املاك قبل كده وساعدت حياه كريمه في الاراضي دي، راس الخليج استفادت ازاي من الاملاك او الدوله او الاوقاف؟ أنا عندي ارض دي، انا لما حضرت في راس الخليج كانت دي المقلب الوسيط بتاعنا، لان احنا بنجمع نقط تجمع وبنشيل وسيط. فلغيته طبعا، وتواصلنا مع المجتمع المدني دفع حق الاندفاع بتاعها للاصلاح الزراعي، وان شاء الله الفتره الجايه تبدا تتجهز ملعب لراس الخليج باذن الله. هل يعني تضم مركز الشباب؟ ايوه هي مؤجره حق اندفاع لمركز الشباب، بس ما كانوش مستغلينها، فاحنا الحمد لله يعني نظفنا المكان وبادئين الوقت نجهز الملعب عشان يتعمل لراس الخليج. رساله من رئيس الوحده المحليه براس الخليج للمواطن داخل الوحده المحليه. الدولة عملت لك مشاريع كثيرة ومتعددة، عايزين نحافظ عليها، إذا كانت صحة، إذا كانت طريق، إذا كان رصف، إذا كانت مدارس وهكذا، عايزة تقول لهم إيه؟ فندم الدولة إيد لوحدها ما بتعملش حاجة، إحنا كلنا أدوات. أنا بساعد وحضرتك بتساعد وكل واحد بيساعد، فلازم الأهالي تساعد مع الدولة، يعني الدولة لوحدها مش هتبقى المقياس لوحده. انا مش هقدر احاسب ايد واحده، فلازم احاسب الكل. لا يبقى عنده الثقافه بتاعه النظافه والتعاون مع الوضع اللي موجود في سبيل ان هو يرتقي بمكانه. يعني في ناس تيجي طبعا ويعرض خدماته، ما هي الخدمه اللي انا هعملها دي هي عايده عليه هو مش عليا انا. خدمه له. ايوه هي سلوك مواطن في الاول وفي الاخر. شكرا يا رئيسة، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا فندم، اتشرفت بحضرتك، شكرا.
الأستاذ محمد العشماوي قيادة تنفيذية متميزة في محافظة الدقهلية، هو الآن نائبا لرئيس مركز ومدينة شربين، عمل فترة معاونا لمحافظ الدقهلية، له خبرات متميزة في العمل التنفيذي على مستوى محافظة الدقهلية وفي مركز ومدينة شربين. أستاذ محمد، كل سنة وحضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. مركز ومدينة شربين الحقيقة من خلال المرحلة الأولى حياة كريمة، وتشرف بزيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قرية الحصص، فكان موضوع كبير وعظيم على مستوى المركز والمدينة من خلال حياة كريمة. كيف ترى هذا المشروع العملاق على أرض مصر بمتابعة كبيرة ومتميزة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ المشروع ده فعلا نقل الحياة في الريف لمرحلة متميزة جدا، سهل على الناس من تبطين الترع للحفاظ على المية وحفاظا على الأرض الزراعية في ان هي تروي بشكل منتظم، ان هو تسهيل عمليات الطرق، في تسهيل رصف الطرق في القرى، توصيل المرافق للقرى اللي كانت محرومة من المياه والصرف الصحي، بقت الوقت بتنعم بالحياة كريمة. فعلا اسم على مسمى، هي حياة كريمة، والفضل الأول لربنا ثم لفكر ومجهود السيد الرئيس في هذا المشروع، وبتوجيهات ورعاية من السيد الوزير المحافظ للمشروع على أرض شربين. مؤسسة حياة كريمة على مستوى الوحدات المحلية تم إقامة مجمع خدمات بداخله مراكز تكنولوجية، وفي نفس الوقت عندنا مركز تكنولوجي داخل ديوان عام مجلس مدينة شربين وحضرتك مسؤول عنه. المسؤولية دي شكلها ايه واهمية هذه المراكز في تقديم الخدمات للمواطن؟ المركز التكنولوجي بيسهل على المواطن كافة الإجراءات، لأن بيقدم له خدمات بتهم المواطن جدا، زي تقديم في ملفات التصالح في مخالفات على البناء، وبيقدم من خلالها على ترخيص المحلات العامة عشان تبقى داخل الاقتصاد القومي، يعني ويكون لها رخصة بتشتغل بشكل قانوني وسليم، وبيقدم رخص برضو الاعلانات اللي بتبقى في الشوارع عشان يبقى بشكل منضبط وليها معاييرها. بيقدم خدمات طبعا اللي هي رخص المباني اللي تم الوقت حاليا وفقا للتوجيهات القياده السياسيه بتسهيل الاجراءات، فالوقت تم اختصار المستندات المطلوبه من المواطن، وبيقدمها من خلال شباك واحد اللي هو المركز التكنولوجي. والمركز التكنولوجي بيقوم بدوره بارسالها للادارات الخلفيه، الاداره الهندسيه او الادارات المختصه للتعامل مع الطلب بتاع المواطن، وبقى لها مده محدده. يعني المواطن بيقدم الطلب وهو اوتوماتيك بيبتدي الجهات الادارات الخلفيه بتنهي الطلبات، ولو في اي استفاءات بتوجه للمواطن على الموبايل تسهيلا له، ده طبعا توفيرا للمجهود والوقت. كل دي تسهيلات المركز التكنولوجي قدمها للمواطنين. وطبعا بنتوسع في المراكز التكنولوجيه، وده طبعا بقوه التعاون ما بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط، وطبعا الوزارتين يعني بيبذلوا قصارى جهدهم في التطوير دايما بتسهيل الإجراءات واختصار وقت تقديم الخدمة، وطبعا ده بيعود على المواطن بالنفع في توفير للنفقات وسرعة في الإجراءات. هل المراكز التكنولوجية نجحت بشكل فعل في فصل طالب الخدمة عن مقدم الخدمة من خلال هذه المراكز المنتشرة على مستوى الجمهورية ومنها في رئاسة مركز مدينة شربين؟ اكيد يا فندم، لان هو المواطن زي ما قلت المعاليك كده بيقدم الطلب على المركز التكنولوجي، والمركز التكنولوجي خلاص كده مهمه المواطن انتهت بتقديمه لطلبه على المركز التكنولوجي. بعد كده المركز التكنولوجي بيحوله على الادارات الخلفيه، والادارات الخلفيه بتراجع الطلب بتاع المواطن، ولو في استفاءات بيتم ارسال رساله للمواطن ان هو مطلوب من حضرتك الاستيفاء المستندات ديت. بيجي برضو عند مقدم الخدمه الموظف المركز التكنولوجي بيقدم له المستندات وبيستلمها منه وبيحولها على الإدارة الخلفية. بكده نبقى فصلنا مقدم الخدمة اللي هو الإدارة الخلفية عن طالب الخدمة اللي هو المواطن عن طريق المركز التكنولوجي. هو شباك واحد بس المواطن بيتعامل معاه.
مع وجود مجمعات خدمية على مستوى الوحدات المحلية من خلال حياة كريمة، من داخل الوحدات دي في برضه مركز تكنولوجي. ايه العلاقة بين المراكز الموجودة في الوحدات المحلية دي وبين المركز الأم في ديوان المركز؟ هل هناك علاقة تكنولوجية أو ورقية أو العلاقة شكلية؟ ايوه يا فندم، هم المراكز مرتبطه كلها ببعضها بشبكه سيستم واحد يا فندم. فهو المواطن احنا كده بنقرب منه، بنفتتح طبعا من خلال حياه كريمه عملنا المجمعات ديت والمراكز التكنولوجيه، فاحنا وفرنا عليه بدل ما يجي للمقر الرئيسي في المركز التكنولوجي يجي عندنا هنا في رئاسه المركز. احنا رحنا لهم الوحدات، يقدر هو من خلال المركز التكنولوجي الموجود في الوحده يقدم برضو الطلبات بتاعته والمركز يستقبلها ويحولها برضو على الجهات المختصه. الموظف او المسؤول داخل المراكز التكنولوجية لازم يكون عنده وعي، عنده ثقافة، عنده فكر، يعني لازم يكون له مواصفات. ايه مواصفات العامل داخل هذه المراكز؟ لان موضوع كبير وبيتعامل مع الشبكة والدخول عليها بالارقام وبالمعلومات والمستندات. الصراحه الدوله ما بتبخلش في التدريب، دايما هم خدوا دورات تدريبيه مكثفه سواء تبع وزاره التخطيط او في وزاره التنميه المحليه في مركز سقاره، على اساس ان يكون عندهم علم ودرايه كامله بطريقه عمل المنظومه دي. رقم واحد. رقم اتنين، بيبقى عندهم حسن المظهر. ثانيا بيبقى عنده لباقه واحتواء علشان خاطر وقدره على توصيل المعلومه للمواطن، على اساس ان المواطن يكون عارف ايه المطلوب منه، ايه الاجراءات اللي هي هيتم ايه التوقيتات. فبيشرح للمواطن كل الاجزاء كل الامور ديت، بحيث ان هو يبقى عنده صبر وطولة بال، علشان لان طبعا بيقدم خدمه. اهتمام كبير من معالي الوزير المحافظ اللواء طارق مرزوق بالمراكز التكنولوجية. كان لازم لما بينزل اي مركز ومدينة يعمل زيارة خاصة لهذه المراكز ومتابعة هامة بها، ان استقبال المواطن، استراحة المواطن، الخدمة المقدمة له قانونا، المستندات اللي بقدمها. كيف ترى هذا الاهتمام وهو عمل زيارة لمركز التكنولوجي بمركز ومدينة شربين؟ ازاي كان تعليقه لما شاف الشغل والخدمات اللي بتقدموها للمواطن؟ طبعا معالي الوزير يعني بيبذل قصارى جهده لما بينزل في كل المراكز، بيهتم بالمركز التكنولوجي، لان المركز التكنولوجي هو البوابه الاولانيه لدخول المواطن لرئاسه المركز عن طريق الطلبات اللي بتتقدم. فطبعا سياده الوزير بيبقى حريص جدا فعلا زي ما حضرتك قلت على من اول دخول المواطن الاستراحات اللي موجوده. طبعا موجود استراحات للساده المواطنين، وموجود كل وسائل الراحه على اساس في تقديمه للطلبات. ومعالي الوزير بيهتم جدا بعدم وجود اي متاخرات. طبعا ما فيش لازم المواعيد المقرره قانونا تؤدى الخدمه في المواعيد المقرره قانونا. المستندات طبعا تكون مستوفاه وفقا للاجراءات القانونيه المقرره. بيهتم معاليه جدا بالنقط ديت، ان لازم يكون برضو المواطن الخدمه وصلت له على اكمل وجه في المواعيد المقرره، ويكون المواطن عنده رضا على التعامل، لانه طبعا بيسال وبيقيس رضا المواطنين هل فعلا في مشاكل بتواجههم، وطبعا هو بيوجه لو في اي مشكله بيوجه بحلها فورا يعني. واحنا الحمد لله في رئاسه مركز مدينه شربين من المراكز الاولى على مستوى الدقهليه، اللي احنا الحمد لله ما عندناش متاخرات في طلبات المواطنين يعني. حقيقة اهتمام كبير من معالي وزيرة التنمية المحلية في تبسيط الإجراءات، ان ممكن كل فترة بتنزل تعليمات جديدة وكتابات دورية وعلى مستوى المحافظات والوحدات المحلية للتسهيل على المواطنين. فطبعا التعليمات دي هتجيلكم المراكز التكنولوجية. هل بتجيلكم مركزية من المحافظة بصورة منها ان انتوا بتعرفوا الجديد او القرارات الجديدة او المتابعات الجديدة، ولا بتجيلكم مركزية من الوزارة؟ والله يا فندم هي بتيجي يعني بتنزل على السيستم زي ما قلنا لحضرتك، لو في تعليمات كتعليمات عشان سرعه وصولها، وبتجي لنا عن طريق برضو ديوان عام المحافظه. يعني في حضرتك التعليمات بتنزل اللي هي التعليمات التنفيذيه، ممكن تنزل على المنظومه على اساس ان سرعه تنفيذ الاجراء، وخصوصا لو في تعديل على المنظومه او تحديث ليها، لان زي ما قلت لحضرتك كده بيبقى التحديث ده لصالح المواطن، اللي يختصر الاجراءات، بنختصر المستندات، بنقوم
بالمركز التكنولوجي بيقوم بالنيابه عن المواطن بمخاطبه الجهات المختصه للرد توفيرا للمجهود على المواطن في الجزئيه ديت. زائد كمان ان بتجيلنا تعليمات من المحافظه من سيد الوزير المحافظ للتاكيد على الكتب الدوريه لتسهيل الاجراءات وتسهيل اختصار الوقت. مركز التكنولوجي موضوع كبير والدولة مهتمة بيه، ومعالي اللواء طارق مرزوق على مستوى المحافظة وفي آخر مجلس تنفيذي أكد عليه التصالح. مجهود كبير منكم، الملفات تكون جاهزة، اللي فيها ناقص اللي فيها زايد لحق المواطن وحق الدولة. انتوا فين كمركز تكنولوجي داخل مركز ومدينة شربين من هذا الملف؟ احنا الحمد لله احنا واخدين مركز اول على مستوى الدقهليه في ملف التصالح. ده احنا يعني بقالنا دلوقتي اكتر من يعني كل اسبوع بيطلع بيان بيتعرض على معالي الوزير بترتيب المراكز ومدى سرعه انهاء ملفات المواطنين. احنا الحمد لله احنا واخدين مركز اول على مستوى الدقهليه. في الثلاث شهور اللي فاتوا هتلاقي شربين هي مركز اول في ملف التصالح. وطبعا الملف ده دي طبعا ملف مهم جدا واحنا مهتمين بيه، لان ده اهتمام الدوله ان احنا نخلص كل الملفات اللي موجوده. الحمد لله احنا ما عندناش اي ملفات تصالح واقفه او متاخره الحمد لله في شربين. يعني حضرتك مع توفير المليارات من الدولة المصرية لإقامة العديد من المشروعات على مستوى الوحدات المحلية من خلال حياة كريمة في كافة القطاعات، إذا كان مشاريع جديدة في التعليم، في الصحة، حتى في الفايبر، في الغاز، في كافة القطاعات. رد فعل المواطن الشربيني وأنت مسؤول تنفيذي هنا في مجلس مدينة شربين حول هذا الجمال وهذا الحلاوة والتقدم اللي جاله لغاية قريته، رد فعلهم إيه؟ طبعا كلهم مبسوطين جدا. ويعني حضرتك القرى اللي نزل فيها حياه كريمه كل القرى المجاوره لها بتتمنى ان هي تحظى بهذا الحظو، لان طبعا زي ما قلت لحضرتك كده مشروع فعلا اسم على مسمى حياه كريمه، نقل المواطن من حياه عاديه لحياه كريمه، حياه محترمه، حياه فيها كل الامكانيات اللي هو محتاجها زي ما حضرتك قلت كده، من نت وصرف وميه وكهرباء وطرق ممهده ومدارس وطبعا وحدات صحيه ومرافق اسعاف. فكل الامور ديت خلت كل المواطن حاسس ولامس الكلام ده. والتاكيدا على كده حضرتك ان الكل يعني حتى في القرى يقول احنا امتى عايزين حياه كريمه. يعني الكل بصراحه هو مشروع قومي فعلا نقل الناس نقله تانية، وكلهم حاسين، كل المواطنين حاسين بده. الأستاذ محمد العشماوي، عملت فترة طويلة معاونا لمحافظة الدقهلية، كنت قريب جدا من صانع القرار على مستوى المحافظة، عندك أساليب تنفيذية جديدة، خبرات قديمة متميزة. مع وجودك في مركز ومدينة شربين كقيادة في موقع آخر تنفيذي، ازاي نستفاد من خبرتك السابقة، خبرتك القوية، خبرتك المعلوماتية، خبرتك التكنولوجية، خبرتك المعرفية، حتى في تقديم الطلب او في تخليص مصالح خاصة بالمواطن او بقرية او بوحدة محلية. ازاي مركز ومدينة شربين نستفاد من هذه الخبرة؟ والله حضرتك احنا طبعا بنشتغل في كفريق مع الزملاء هنا في مركز ومدينه شربين، بشتغل معاهم يعني بروح الفريق الواحد. احنا حضرتك بنحاول بقدر المستطاع مع الزملاء، احنا زي ما قلت لحضرتك كده احنا واخدين مركز اول على مستوى الدقهليه في ملف التصالح، وواخدين برضو مركز ثالث على مستوى مركز اصدار رخص المحلات. فطبعا حضرتك دي بتبقى نتيجه الجهد مشترك ما بيننا وما بين الزملاء، يعني ما بيني وما بين الزملاء في ان احنا بنحاول بقدر المستطاع تبسيط الاجراءات، بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نشوف مشكله كل مواطن على حده ونحاول نحلها بشكل قانوني وشكل علمي وشكل واقعي. فده بيساعد في ان احنا يعني نكون عند رضا المواطنين. يعني الحقيقة في الحديث مع السيد رئيس مركز ومدينة شربين الدكتور ياسر أكد إن إحنا عندنا فريق عمل متميز من السادة النواب والسكرتيرة والسادة ورؤساء الوحدات المحلية، فده بينجح العمل التنفيذي، وده دليل إن شربين ونجاحها في حياة كريمة ما زالت مستمرة في نجاح العمل التنفيذي. رأيك إيه؟
طبعا هو احنا الحمد لله زي ما قلت لحضرتك كده احنا مجموعه متميزه، الزملاء هنا مجموعه متميزه، فدي سهلت علينا اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب على اساس ان احنا نوصل لرضا المواطن في كل الادارات او في كل الانشطه والمجالات اللي بتهم المواطن في حياته اليوميه. مع خبراتك السابقة التنفيذية واللي كده افكارك المستقبلية، افكار جديدة، افكار حلوة، هتقدم خدمة حلوة كده للمواطن، حاجة جديدة المواطن بيطلبها تزداد مع وجود حياة كريمة. اديني كده افكار زي ايه هيستفاد منها اهالي مركز ومدينة شربين من افكار انت قدمتها للسيد رئيس مجلس المدينة او حتى لمحافظ الدقهلية، ان انا هتفيد البلد هتفيد المركز مستقبلا زي ايه؟ حضرتك احنا زي ما رؤيه مصر 2030 ان احنا نتحول تحول رقمي. هو طبعا زي ما حضرتك كنا بنتكلم دلوقتي المركز التكنولوجي بيدي للادارات الخلفيه، فاحنا الوقت اللي احنا مقدمينه ان احنا نميكن كل الخدمات بما فيهم الخدمات اللي لسه ما دخلتش الميكنه تدخل الميكنه، بحيث ان احنا نحقق رؤيه 2030 ان احنا نقلل العنصر البشري بقدر الامكان، على اساس ان احنا الاخطاء تبقى اقل، وفي نفس الوقت تبقى الخدمه ادق واسرع. رسالة من نائب رئيس مركز ومدينة شربين ومسؤول تنفيذي للمواطن. المواطن الدولة اهتمت به بإقامت له العديد من المشروعات في حياة كريمة على مستوى القرية والعزبة والتبع على مستوى المركز عندك كمرحلة أولى. عايز تقول له إيه؟ إن الدولة اهتمت بيه وبمتابعة جادة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتمنى ان هم يحافظوا على المكتسبات اللي احنا حققناها في الفتره اللي فاتت تحت قياده السيد الرئيس فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يا ريت يحس كل مواطن ان ده ماله الخاص، مش مال عام، يحافظ عليه، ينميه على قد ما يقدر، يحاول بقدر المستطاع ان هو يبذل قصارى جهده في الشغل، في شغله، في حياته، على اساس ان البلد كل البلد عباره عن ايه؟ عباره عن المواطنين دي هو الشعب، هو الدوله. فنتمنى ان هم يحافظوا على كل المكتسبات اللي احنا حققناها، وان شاء الله اللي جاي افضل واللي جاي احسن، وهيبقى في خير دايما. شكرا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك كده ونورتونا، وكل سنه وحضرتك بالصحه والسعاده. شكرا. رئيسنا قال واحنا معاه، احلف يا مصر يمين بالله لا تكوني زي ما بتمنى، زي ما شفتك في الاحلام يا بلادي حته من الجنه. رئيسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، كل اللي في مصر بلدنا وفي كل شبر فاضيين. حياة كريمة يا مصريين، حياة كريمة لأهالينا، كل شبر أعزائي المشاهدين، ولقاءات مع بعض المواطنين من أهالي مركز ومدينة شربين. تعرف بك؟ خالد السعيد يا فندم. قول لي يا أستاذ خالد، أنت بلدك إيه هنا في شربين المدينة ولا قرية؟ لا المدينة، مدينة شربين. قول لي وجهة نظرك في هذا النجاح والتميز في حياة كريمة على مستوى المركز، وأنت كشاب من أهالي المركز شايفه إزاي؟ والله في البداية خلينا نوجه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على اختصاصه مركز شربين بمبادرة كمرحلة أولى في مبادرة رئاسية عظيمة زي دي، مبادرة تاريخية اختص بها مركز ومدينة شربين. أكيد هي أضافت لمركز ومدينة شربين كتير قوي من البنية التحتية، وفعلا حطت مركز شربين
من ضمن المراكز النموذجيه على مستوى الجمهوريه. اكيد بالنسبه لنا احنا لازم نوجه الشكر لفخامه الرئيس على المبادره الحيويه فعلا اللي مست المواطن، وكانت متوجهه مباشر للمواطن البسيط، وفعلا هي قدرت انها توصل لعقر دار الريف المصري. رد فعل المواطن لهذه المشروعات في كافة القطاعات الخدمية اللي اتقدمت له في القرية، في العزبة، في التابع، إذا كان في الصحة، إذا كان في التعليم، إذا كان في التموين، وهكذا. مجمع خدمات، مجمع زراعي بيطري. رؤيتك بقى وأنت بتقابل ناس كتير من قرايبك، من أصدقائك، من معارفك على مستوى المركز والمدينة، رد فعلهم إيه؟ والله هي عملت حاله من الارتياحيه عند المواطن جوه مركز مدينه شربين، لان مبادره حياه كريمه ما كانتش مبادره اشتغلت على جانب واحد، لا هي اشتغلت على عده جوانب. كل الجوانب اللي المواطن محتاجها لقاها جوه مبادره حياه كريمه. يعني اشتغل لحد، يعني هنيجي نبص لابسط حاجه اللي هي شبكه النت الفايبر اللي هي وصلت لحد القريه، اللي موجوده اللي مش موجوده لسه لحد النهارده في المدينه. فالنهارده لما نيجي نبص لاقل حاجه جوه المبادره اللي هي شبكه النت. شبكه النت دي موجوده في عواصم نموذجيه على مستوى الجمهوريه كبير. ايوه، فالنهارده انت لما تيجي تبص لابسط حاجه جوه المبادره، لا المبادره اكيد اضافت بقوه لمركز مدينه شربين، واضافت للمواطن. والنهارده بقى عندي اختيارات وبدائل، بقى عندي بدائل كتيره جوه مركز مدينه شربين. يعني النهارده انا عشان اروح اطلع بطاقه او اطلع او اشوف خدمه بريديه، لا انا عندي مجمعات زي مجمع الحصص، مجمع نموذجي موجود جواه خدمه الاحوال الشخصيه والبريد. ولا النهارده لا المبادره اضافت بقوه كمان لمركز مدينه شربين. مع وجود قطاعات كثيرة ومتعددة، عندك قطاع تعليم، عندك قطاع صحة، عندك قطاع تموين، مجمع خدمات، مجمع زراعة بيطري، أكيد حاجة أثارت الانتباه ليك.
والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جامد قوي داخل القرية. ايه القطاع اللي اعجبت بيه جدا وكنت سعيد قوي ان ده موجود في القرية من خلال حياة كريم؟ والله بص، لو احنا احتقرنا الموضوع على قطاع واحد، يبقى احنا النهارده بنقلل من القطاعات التانية. انا شايف ان كل القطاعات اللي اشتغلت كانت قطاعات حيوية جدا، والمواطن كان محتاجها. مش هنقدر ان احنا نشخصن المبادرة في قطاع واحد، لان كل القطاعات قطاعات مهمة. حاجة اثارت انتباهك يعني مثلا النهارده زي المراكز التكنولوجية المجمعة اللي حصلت، المراكز التكنولوجية المجمعة اللي حصلت النهارده، لا وفرت كتير، وفرت على المواطن ووفرت على الدولة ووفرت على المسؤولين، وفرت كتير جدا. فده بالنسبه لي كانت نقطه مهمه جدا جوه المبادره، ان النهارده لما يبقى عندي مركز انا بتوجه ليه بخلص فيه كل اللي انا محتاجه من مكان واحد ومن شباك واحد، لا ده بالنسبه لي كانت مصدر ولفت انتباه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. السلام عليكم. وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي. حبيت بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحاريها، وبتبني مصانع يا ولدي تبنيها وتسعد اهاليها. اعزائي المشاهدين، وده كان اخر سؤال اجريناه من خلال حلقتنا النهارده، وكنا بنتابع نهاية المرحلة الأولى بنسبة 97% في مركز ومدينة شربين وحياة كريم. مع تحياتي صلاح عبد السلام، شكرا وإلى اللقاء. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش. مصر الحارة جنان العمارة قعدت سلم طول الليل. مصر الشاب الجدع الشاب بنت بترسم قلب وسم. مصر الزحمة مليانة رحمة، ايد بتعدي وايد بتشيل، وكوباية شاي عالرايق تفوقك لو متضايق، ونكتة ضحكت من القلب
نعمل فيك يا مصر ما يخطرش على بال حد.